اليوم غادي نشارك معكم طريقتي في تحضير الطاجين. اول حاجه كندير 4 كاس ديال الزيت البلديه، وكنفرش خيزو والبصله من التحت. بطبيعه الحال كنقطعهم رقاق، ومن بعد عاد كنحط طريفات ديال اللحم يكون مقطع، وكندير التوابل ديالي اللي هما الملحه، البزار، الخرقوم وسكنجبير. وكنغطي على الطاجين وكنخلي ديك اللحيمه تقلى شويه، ومن بعد كنخلطها هي وهذيك التوابل. وضروري ما كنخلي البصله وخيزو مفرشين من التحت باش ما كتحرقش اللحم، وفي نفس الوقت كتجي واحد البنه زوينه في الطاجين. بعد ما كيتقلى الطاجين ديالي مزيان، كنستف الخضره ديالي. درت البطاطا وخيزو، تقدروا تزيدوا الكرعه وزيت الجلبانه من الفوق، وطريفات ديال مطيشه وشويه ديال المعدنوس. وضروري ما كندير شويه ديال الزيت البلديه من الفوق، مليحه، ابزار. وكنسد الطاجين وكنخليه يطيب على نار مهيله، ما كنزيدوش نهائيا الماء حتى كنحس بلي مثلا الطاجين بدا كينشف. عاد كنزيد شويه ديال ما يكون دافي، وبصحه وراحه.